نظام تكديس العادات هو صورة من صور نيات التنفيذ، واللي فيه بدل ما بتربط العادة الجديدة اللي عايز تكونها أو العادة اللي عايز تتخلص منها بوقت ومكان محدد، أنت هنا في نظام تكديس العادات بتربط العادة الجديدة بعادة أنت بتمارسها بالفعل. وبالتالي معادلة تكديس العادات هي إنك بعد ممارسة العادة الحالية هتقوم بممارسة العادة الجديدة، زي إنك بعد ما تستيقظ في الصباح هتصب فنجان قهوة، ودي العادة الحالية، وبعدها هتمارس العادة الجديدة واللي هي انك هتجلس تتأمل لمدة دقيقة. والسر في نظام تكديس العادات هو انك بتربط العادة الجديدة بعادة انت بتمارسها بالفعل، وبمجرد اتقانك للاسلوب ده هيكون سهل عليك انك تربط اكتر من عادة ببعض، وده هيخليك تستفيد من الشغف والتحفيز الطبيعي اللي بيجي من تتابع السلوكيات والعادات عادة ورا عادة. ودي تعتبر نسخة إيجابية من تأثير ديدرو اللي كلمتك عنه بخصوص عمليات الشراء اللي بتقودك لعمليات شراء متتابعة. وتكديس العادات بيزود من احتمالية التزامك بإحدى العادات عن طريق وضع العادة الجديدة ورا العادة القديمة وربطهم ببعض، وساعتها هتكون العادة القديمة بمثابة إشارة للعادة الجديدة اللي بعدها. لو هنتكلم عن عاداتك الصباحية الروتينية، مثلا بعد ما تصحى من النوم هرتب سريري، وبعد ما ارتب سريري هدخل الحمام، وبعد ما ادخل الحمام هلبس هدوم الشغل، وبعد ما البس هدوم الشغل هشرب فنجان القهوة او الشاي، وبعد ما اشرب فنجان القهوة او الشاي هتأمل لمدة دقيقة، وبعد ما اتأمل لمدة دقيقة هكتب قائمة المهام لليوم الجديد، وبعد كتابة مهام اليوم الجديد هبدأ في ممارسة اول المهام اللي وضعتها لنفسي.